كتاب الانمي بيتفننوا انهم يعملوا تدخلات لشخصيات في مواقف صعبة في الانمي، اوقات بتكون متوقعة واوقات تانية لا. فالنهاردة عزيزي الاوتاكو هنتكلم عن افضل 5 تدخلات بالنسبة لنا، وممكن برضو لو الفكرة دي عجبتكم نخليها سلسلة. اخواتي الاوتاكوية اجمعوا. التدخل ده كان تدخل غير متوقع، لأننا بنتكلم عن دخول شخصية عظيمة زي أول مايت في أكتر لحظة فيها يأس والمدرسين سايحين في دمهم وكل الطلاب تعبوا من المواجهة، وفجأة بيوصل أول مايت ويدخل يكسر الباب ويحصل سكوت للمكان كله، وانت عزيزي الاوتاكو تبتدي تاخد نفسك بعد كتمة النفس، ويجيلك كده أول مايت بأنبوبة أكسجين كاملة وينقذ كل اللي موجودين. كان واحد متوقعة، واحنا عارفين ان مجموعة المقاومة في الوقت ده كانت كده رايحة لإيرين علشان توقفه، بس هنا بقى بتيجي عظمة إيساياما في كتابة واخراج المشهد ده، لاننا بنلاقي التدخل ده حصل بعد ما إيرين دمر كل المناطيد المضادة للعمالقة، واللي كانت اخر هجوم يائس للبشرية وهي بتحاول تنجو من دك الارض، وبعد ما كانت خلاص البشرية بدأت تدرك نهايتها وتستوعب انها خلاص مفيش امل للنجاة، بتلاقي التدخل الاسطوري من مجموعة المقاومة مع التحريك والقسط الجبار اللي كان شغال. وهنا برضو بتوصل للمستوى المطلوب من اشعارها عزيز الاوتاكو. إيساياما برضو اخواتي الاوتاكوية ما بيهزرش. 敵を死認できたことと臨戦態勢によって縁を解いたことが裏目に出る。奴らは بالرغم من اننا كنا عارفين عزيزي الاوتاكو ان نيترو وزينو كانوا جايين في الوقت ده، ولكن عزيزي الاوتاكو كان فعلا من التدخلات الفخمة جدا. واول كده لما بتسمع الدراجون دايف وبعديها بتلاقيهم نازلين كده من فوق، خلاص انت بتلاقيك وصلت للمستوى المطلوب من الاشعار ده. حتى عزيزي الاوتاكو بيتو وقفت كده مبلمة ومركزة وبتستوعب ايه اللي بيحصل، ونسيت اي حاجة تانية والاحداث اللي كانت بتحصل في الوقت ده. وده بيورينا قد ايه الدخول كان ليه هيبته وبصمته الخاصة. المشكلة عزيزي الاوتاكو ان في الاخر بيتو خدت حتة دين قلم طيرها لاخر الدنيا. التدخل ده من اكتر التدخلات القريبه لقلبي، ان بين بيقف كده فوق في السماء ويقول الان سيعرف العالم معنى الالم، وفجاه بتلاقي كونها كلها بتتدمر، وما كانش فيه حد في الوقت ده سليم خالص في القريه. وبعد كده تلاقي ساكورا تقول وفجاه بيظهر ناروتو في اجمد تدخل ليه في المسلسل، وانا جسمي يبتدي يقشعر كده وابقى بتنطط كده على الكرسي من كتر الفرحه، وينقذ ناروتو القريه لوحده اللي كانوا كلهم بيتريقوا عليه ويبعدوا ويهربوا منه. فعلا عزيزي الاوتاكو اكتر تدخل كان غير متوقع. في الوقت ده احنا ما كناش شفنا حاجات كتير لشانكس اصلا، ولما الحرب حرفيا وصلت للاستنزاف والخسائر بقت كبيرة جدا للطرفين، وفجأة
بتلاقي شانكس والطاقم بتاعه بيدخل دخول اسطوري، وانت حرفيا عزيز الاوتاكو بتبقى عامل كده في المشهد ده من كتر الحماسه. والعظمه بقى عزيز الاوتاكو والكاريزما والهيبه الاكتر كمان لما قال لهم انا جاي عشان اوقف الحرب، وكفايه قوي خساير لغايه كده، وخلينا دلوقتي نعمل جنازه للحيه البيضاء وايس تليق بيهم. وحرفيا عزيز الاوتاكو محدش قدر يفتح بقه بكلمه، ولا حتى يقول لشانكس تلت التلاته كام. يا عم شانكس هتفضل تحببني فيك لغايه امتى كده؟ وبرضه انت كمان عزيزي الاوتاكو عايزين نعرف افضل 5 تدخلات بالنسبه لك في عالم الانمي. سلام.